السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ندخل على الفيديو تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. النهاردة كده هعمل معاكم رز بلبن كريمي وجميل جدا، احلى من بتاع المحلات كمان. معايا هنا 2 كيلو لبن، انا غلياهم، اللبن دافي يعني سيبته يهدى شوية. ومعايا هنا كيلو معايا هنا كوباية ونص رز. تمام. عايزة تحطي كوباية واحدة مفيش مشكلة. كوباية ونص رز على 2 كيلو لبن. كوباية ونص الرز حطيتهم على النار، عليهم كوبايتين مية، سبتهم بقى يستووا. افضل اقلب فيه كده شوية. تمام كده لحد ما يستوي خالص. تمام. لو شرب المية بتاعته حسيت ان هو عايز مية بحط له مية مغلية. هنا انا لقيته لسه شوية وشرب المية بتاعته، هحط له كوباية مية كمان. تمام كده وسبته برضه اهو. تمام. هنا كان خلاص يعني داخل في السوا. جربيه وان شاء الله يعجبك. تمام كده انا برضو موطيه عليه النار، مش عالية. هنا خلاص شرب المية وخلاص هو استوى كده. هبتدي نزلت بقى بشوية من اللبن، يعني نص كمية اللبن مش اللبن كلها. تمام عشان برضو يستوي فيه شوية. برضو ايدي هتبقى فيه على طول. هفضل اقلب فيه عشان ما يتلسعش مني. تمام كده اهو بيغلي معايا. هنا بقى معايا السكر حسب الرغبة. تمام حسب ما انت عايزة بقى، ممكن بعد ما تقلبيه ممكن تدوقي، لو محتاج سكر تاني بتزودي عادي مفيش مشكلة. تمام كده. ومعايا فانيليا. انا هنا حطيت 5 اكياس فانيليا. تمام. الفانيليا بتدي ريحة حلوة قوي. تمام. خلاص كده انا حطيت برضو الفانيليا. تمام كده. لازم ايدي تبقى فيه على طول عشان ما يتلسعش. تمام كده. هنا حسيت انه شرب اللبن شوية، هنزل ببقية كمية اللبن اللي معايا. تمام هنزل بباقي الكمية يعني. خلاص وهقلب برضو كده. تمام كده. هنا برضو انا زودت لبن تاني، يعني هو اخد كل كمية اللبن اللي معايا. تمام كده.
هنا طبعا انا حطيت معلقتين نشا على نص كوبايه ميه وقلبتهم ونزلت بيهم. اول ما يغلي يبقى كده تمام، طفيت عليه وحطيته في الاطباق. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وجربيها، هيعجبك جدا. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.